والله يا جدعان اي حد مفكر ان امريكا متضرره من دخولها للشرق الاوسط يعني والتدخل في شؤون الدول العربيه ونهب الموارد او نهب البترول او الثروات، والله ولا متضرره ولا اي نيله. بتدخل يا باشا بتديك على قفاك وبتاخد اللي هي عايزاه وتمشي وتعيش هناك حياه كريمه. بيعيشوا الامريكان دريم على قفانا. فيلم ذا اوديسي هو فيلم نولان عامله، مختار التوقيت ده بالذات عشان يلقح على سياسات امريكا، وكانه يعني بيقول لك شوف البطل اوديسيوس لما راح هو والرجاله بتوعه عشان يحتل بلاد تانية وينهب ثرواتها ويغتصب نسائها ويقتل اطفالها، شوف حصل له في الاخر ايه. غضب الالهه كان شديد للغايه، فبالتالي قعدوا 10 سنين عشان يخشوا طروادة، ولما دخلوها وطلعوا منها كلهم ماتوا في الطريق بسبب الوحوش العجيبه اللي كانت بتطلع لهم في الطريق، وما تبقاش غير اوديسيوس اللي قعد برضه 10 سنين على ما يرجع بيته. في الاخر لما رجع بيته لقى الخطاب استولوا بالكامل وبرطعوا في العرش بتاعه او البلاط بتاعه، وكان مضطر ان هو يواجههم عشان يرجع حكم المملكه من تاني، والقصه اللي احنا عارفينها دي. تقدر تقفش يعني من القصه دي او من الفيلم ده، وخاصه في التوقيت ده بالذات حاليا لما تيجي تشوف اخبار امريكا وبتاع، ان يعني امريكا لما بتركبها الغرور والغطرسه قوي بتروح تحتل الشرق الاوسط عشان تاخد موارده وبتتدخل في شؤونه، فده بيتسبب بخسائر ليهم هم، يعني انه يعني بيطلع لها اعداء جدد والجنود بتوعها بيروحوا يغرقوا، في منهم اللي بيموت وفي منهم اللي بيرجع مجنون عنده PTSD، تلاقيه بيرجع لمراته وعياله يعمل لهم كده. وطبعا مش بس خسائر، لا يعني احنا ممكن نقول ان بدل ما امريكا كانت اكبر قوة في العالم لما بدأت تدخل الشرق الاوسط وتنشغل بالموارد، حصلت حالة من الاستقطاب الحاد. قوات جديدة في العالم بدأت تظهر زي روسيا والصين، وبدأت تبقى مصدر تهديد لامريكا والكلام ده. الفيلم تجربة بصرية مختلفة وفريدة جدا من نوعها، اول فيلم يتصور بالكامل اي ماكس 70 مللي. بقول لزمايلي احنا للاسف هندخله في سينما عاديه مش هندخله اي ماكس، يقولوا لي ليه بس كده يا عم ليه؟ يطلع ايه بقى 70 مللي ده يا ريس؟ حتى في السينما العاديه اللي اتفرجنا فيها على الفيلم كانت حقيقي تجربه المشاهده مرضيه جدا. انا بتفرج حاسس ان انا بشوف كواليتي نضيفه، بشوف حاجه ايبك جدا، حاجه اسطوريه ومعموله بافشخ معدات وافشخ مخرج. مشهد حصان طروادة حلو جدا، عاجبني الديزاين بتاع الحصان نفسه. اغلب التصورات القديمه اللي احنا كنا بنشوفها زمان ان الحصان ده من الخشب وشكله ممل كده، وطبعا زي ما شفنا في فيلم تروي، مع ان الحصان في فيلم تروي كان شكله جامد برضه، بس نولان قال لك لا انا هعمله مجسم حصان وهو بينط كده وتحسه بيقع او بيترنح. لا شكله فاجر فشيخ والله يا جدعان. مشهد الساحره سيرسي وهي بتحولهم لحيوانات فشيخ جدا، وده واحد من المشاهد اللي بتؤكد ذكاء اوديسيوس. الراجل هرش انها ساحره بالفعل وانها حولت زملائه لحيوانات، والحوار اللي دار بينهم بدا يبقى شبه الحوار اللي دار بين كريستوف وولتز والراجل اللي كان بيخبي اليهود تحت بيته في فيلم اسمه انجلوريوس باستردز. مشاهد اكشن واشتباكات ومعارك بتفكرني بنفس المجهود بتاع ريدلي سكوت في افلامه التاريخيه. عاجبني ان الاجواء مايله شويه ناحيه نفس الرحله اللي بياخدها راجنر لوسبروك في مسلسل فايكنجز. حاسس انه برضه نفس المنتاليتي، برضه قائد شجاع وذكي وبياخد الجيش بتاعه وبيروح وبيتوسع وبيحتل بلاد اخرى عشان يقوي نفوذه ويزود من موارده. ده كان طبيعي في وقتها يا جدعان، ده كان ترند. موضوع ان دوله تخش على دوله تانية تنهب ثرواتها، يخشوا يغتصبوا النساء ويذبحوا الاطفال وشق بطون الحوامل وبتاع، ده كان شيء طبيعي في وقتها، وما كانش اسمه احتلال، كان بيسموه غزو او فتوحات. ما كانوش لسه اخترعوا مفهوم القانون الدولي او سياده الدول بالمفهوم المعاصر بتاعنا بتاع العصر الحديث. كان زمان القوة هي القانون، قانون الغابة، القوي ياكل الضعيف ويسيطر على الأرض والموارد والبشر بما في ذلك السبايا والغنم. كان دي تعتبر النتيجة الطبيعية أو الشرعية للانتصار العسكري بغض النظر بقى عن المسميات، غزو ولا فتح ولا توسع. الإمبراطورية الأشورية مثلا كانت من أعنف القوى العسكرية في التاريخ القديم، كان التوسع بالنسبة لها أساسا هي ضرورة اقتصادية لبقائهم وضرورة دينية لإرضاء إلههم أشور. الفتح الإسلامي برضو كان ضرورة اقتصادية عشان الحضارة الإسلامية تنتشر وتبقى أقوى، وكمان ضرورة بشرية عشان لو ما كانوش فتحوا وتوسعوا كان هيجي حد تاني زي الروم أو الفرس هما اللي يجوا ويفتحوا ويتوسعوا. الصليبيين لما دخلوا على المسلمين وحرقوهم وموتوهم واغتصبوا نساء، في الوقت ده كان ده الشيء الطبيعي، يعني ده كان شعوب الدول أساسا كانت بتتمرن على الفروسية والسباحة والرماية كنوع من الاستعداد، أو لو حد جه يعني كانوا متوقعين إن ممكن أي حد يدخل في أي وقت. في الفيلم عجبني قوي مشهد لما كان اوديسيوس بيتكلم كناريتور او
كروي وبيتكلم عن امجاد وحاجه هو بيتفاخر بيها. كان بيقول حاجه زي كنا عظماء، كنا شجعان، كنا ندخل اي منطقه نتوسع فيها ونحقق انتصارات، كنا ننهب مواردهم ونهزمهم. هو يا معلم بيتكلم عن القتل والنهب كنوع من الانتصار والامجاد والبطوله والشجاعه، والفارس المغوار المهاب الذي يفتح البلدان ويلقبوه دايما بالفاتح. الحته دي فشيخه والله يا جدعان. انت متخيل اصلا ان الشخص المحتل نفسه اللي بلده بتموت وثروته بتتنهب هو اصلا محبوس جوه عقليه الاحتلال، فهو بينظر للاحتلال على انه فتح وبيستقبله استقبال الفاتحين، مش بيرفضه، هو بيرحب بيه. حاجه كده زي لما تبقى عبد عند المدير بتاعك ويزعق لك ويهينك ويخصم لك ويهزقك ويقل منك، فانت لما حد يسالك ايه رايك في المدير بتاعك تقول له لا لا راجل 100 100، انا ليا الشرف ان انا اشتغلت مع المدير ده واتعلمت منه كتير ونشفني. انا يا جماعه كنت علق جدا، هو اللي خلى شخصيتي قويه. برضو حاجه تانية عجباني في الفيلم التصوير يا جماعه، التنوع في المشاهد والرينج ضخم قوي، من شوتات وايد جدا لشوتات كلوز جدا، وكلها بتعبر عن نفس حاله الوحده والاغتراب والانفصال عن الوطن اللي الشخصيه بتحس بيه اثناء رحلتها في محاولات فاشله لنهب ثروات بلاد اخرى. اداء تمثيلي رائع من مات ديمون بس فقط، مفيش اداءات تانية بقى، ودي مشكله بصراحه، دي مشكله في كل افلام نولان عموما. الفيلم انسومبل كاست قوي، قال لك انو هاثواي وتوم هولاند وزندايا واليوت بيج وروبرت باتنسون، كل دول ما جوش يا جماعه. الفيلم كله مات ديمون بس، كل واحد فيهم يا دوبك جه قال كلمتين ومشي. اوبنهايمر كان كده برضو، يكفي بس ان نولان جايب رامي مالك يوقع القلم ويمشي. دي مشكله كبيره على فكره. انا حاسس ان نولان ركز كل طاقه الفيلم والانفعالات والاداء التمثيلي على شخصيه مات ديمون بس، اللي هو اوديسيوس. باقي الممثلين الكبار بقى اللي المفروض قايمين بادوار الجنود او الشخصيات المحوريه في الجزر بيظهروا ككومبارس. الممثل يجي يظهر في كادر عبقري يقول جملتين فلسفيتين عميقتين جدا وفجاه الوحش ياكله او المركب تغرق بيه. النتيجه انك كمشاهد بتتعامل مع الشخصيات دي كارقام واحصائيات، مش كبشر فعلا قعدت معاهم وخسرتهم لانك اتعلقت بيهم. وكذلك مع الشخصيات التانية اللي موجوده في الوطن زي مرات اوديسيوس وابنه وزندايا، جت عملت نفس الدور اللي في فيلم دون، قالت جملتين ومشي. طبعا انا فاهم ان هي دي مدرسه نولان عموما في كل افلامه، بيحب هو العقلانيه البارده دي تماما. ولكن فيلم انترستيلر مثلا العلاقه بين الاب وبنته كانت من اكتر الحاجات اللي احنا ارتبطنا بيها. العلاقه بين اوديسيوس ومراته او اوديسيوس وابنه مفيش، يعتبر ما شفناهمش مع بعض اساسا، فبالتالي انا مش قادر ارتبط باي حاجه. مفيش مشهد في الفيلم يخليني كده وانا بتفرج احس اني متاثر او عايز اعيط او متعاطف مع شخصيه معينه. ذا اوديسي شبيه قوي فعلا باوبنهايمر، نفس طريقه الاخراج تقريبا، اللي هو حوار مثلا بين شخصيتين وفي النص كده يجيب لك بي رولز بقى، فلاش باكات مثلا، او يرجع بالزمن. بالمناسبه حوار الزمن ده برضو طبعا عارفين ان نولان بيحب يتنقل بالزمن في افلامه وبتاع. فيلم ذا اوديسي ما حسيتش قوي انه في توظيف للموضوع بتاع الزمن ده، حسيت ان هو سرد عادي للاحداث ولكنه بيتنقل شويه ما بين الماضي والحاضر. مش هضحك عليك، فيلم ذا اوديسي مش من افضل افلام نولان بالنسبه لي، مش زي فيلم انترستيلر اللي هو مش بس واحد من افضل افلام نولان بالنسبه لي، لا ده واحد من افضل الافلام اساسا بالنسبه لي. الفرق طبعا واضح قوي بينهم. انترستيلر انت قادر انك تشوف حاجه تقدر تتعلق بيها وتتعاطف معاها. انترستيلر مليان مشاهد ايقونيه موجوده على اليوتيوب تقدر تروح لها وتشوفها اكتر من مره وما تزهقش. في مشاهد بحبها على اليوتيوب واقعد بس اتفرج عليها وبتاع، ادمان. انما اوديسي مش عارف، حاسس غالبا هبقى اتفرجت عليه مره واحده بس. صعب قوي حد يجي يقول لي انا ممكن اتفرج على الفيلم ده 20 مره وما ازهقش. مش حاسس ان ده الفيلم اللي يتقال عليه قوي كده. مش عارف ليه نولان عنده التوجه ده في افلامه مؤخرا. اوبنهايمر كان فيه برضه نفس المشكله دي، ودانكرك كان كده برضه الى حد ما. انسبشن وانترستيلر هم اكتر فيلمين فيهم الحته دي اللي هي في شخصيات انت متعلق بيهم وبتفضل فاكرهم ومش عارف ايه. هو بيعمل كده، ولكن زي ما قلت في الاول هو نولان تقدر تشوف ان هو بيعمل اسقاط سياسي وخلاص. هو عايز يقولك ان الدول لما بتطمع وبتروح تتدخل في شؤون الدول التانية بتخسر اكتر ما بتكسب، او الاحتلال ده بيكون ليه تأثير سلبي عليها. فانا بصراحة مش عارف، حاسس ان لسه مش قادر احكم على الفيلم دلوقتي، محتاج اشوفه كمان مرة. هو طبعا فيلم جامد ما اقدرش اقول حاجة، في مجهود جبار، بس كل ما بفتكر انترستيلر وانسبشن واحط جنبهم
افلام اوبنهايمر واوديسي بحس ان الوضع اتنقل من افلام ليها مشاعر لافلام باردة ومش قابلة للمشاهدة اكتر من مرة، او مش عارف، ممكن برضو عشان انترستيلر وانسبشن ليا معاهم نوستالجيا، شفتهم وانا اصلا معرفش مين هو كريستوفر نولان، بينما اوبنهايمر واوديسي كنت دايما داخل متوقع حاجة فشيخة من نولان وبتاع، فبالتالي اللي بحصل عليه في الاخر هو فيلم متصور حلو جدا ولكن مش قادر اشوفه مرة تانية. قولوا لي انتوا رأيكم في الموضوع، حاسين ان الفيلم جايب همه ولا برضو زي ما انا حاسس كده القديم دايما افشخ من الجديد؟ وبس كده، اشوفكم على خير ان شاء الله.